سنة 1954 بلشت تنتشر أخبار غريبة بين الناس بمقاهي وشوارع مصر. ناس كانت عم تحكي إنه في تفجيرات عم تصير بأماكن حساسة جدا مثل مراكز ثقافية ومكتبات أجنبية، بس المثير للريبة إنه ما كان واضح مين وراها ولا ليش عم تصير بهالطريقة الممنهجة. بوقتها كتار اعتبروا هالأحداث مجرد صدفة أو أعمال تخريبية فردية، بس شيء غريب كان عم يربط بين كل هالتفجيرات. كلها كانت بمصالح أمريكية أو بريطانية وبتوقيت حساس جدا، بزمن كانت في بريطانيا عم بتحضر لسحب قواتها من مصر، وبين الناس بلشت تطلع إشاعة إنه في جهات خارجية عم تحاول تخرب هالانسحاب وتخلي البريطانيين يرجعوا يتمسكوا ببقائهم بالمنطقة. هالإشاعة بلشت تكبر لحد ما صار في همس إنه إسرائيل إلها علاقة بالموضوع. الناس وقتها كانت تقول معقول دولة كاملة تعمل هيك شيء؟ ليش بدهم يفجروا أماكن أجنبية داخل بلد ما إلهم فيها شيء رسمي أبدا؟ بس الحقيقة طلعت أفظع من إنها تكون إشاعة. ب 23 تموز من نفس السنة انفجرت قنبلة بمكتبة المركز الأمريكي بالإسكندرية، وبعدها بأيام قنبلة تانية هزت مكتب البريد الأمريكي. وما مر وقت طويل إلا وكان في محاولة لإحراق المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة. هون الأجهزة الأمنية المصرية بلشت تشك وبلشت تحركاتها لمراقبة وتحقيق موسع. بعد كم أسبوع تم كشف شبكة تجسس كاملة مكونة من يهود مصريين مرتبطين مباشرة بالموساد الإسرائيلي. المجموعة اعترفت انه كانت عم بتنفذ عمليات سرية ضمن خطة اسمها العملية سوزانا، وبهدف واحد فقط: تفجير أماكن أجنبية داخل مصر وتلبيس التهمة للمصريين حتى الدول الغربية تفقد ثقتها بالحكومة المصرية وتتراجع عن الانسحاب. المفاجأة كانت صادمة للرأي العام، الناس ما عاد عندها شك انه المؤامرة كانت حقيقة ومش بس نظرية عم تنقال بالمقاهي. الحكومة المصرية عملت محاكمة علنية والقضية أخذت صدى واسع بكل الصحف. اثنين من أعضاء الشبكة، موشي مارزوك وشموئيل عزار، الاثنين انحكم عليهم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم. البقية انحكموا بالسجن المؤبد وانحجزوا لسنين طويلة جدا. بالمقابل بإسرائيل القضية عملت زلزال سياسي كبير. وزير الدفاع وقتها بنحاس لافون تم تحميله المسؤولية المباشرة وتمت إقالته من منصبه، بس هو ضل ينكر إنه عطى هاي الأوامر. هالشي فجر خلاف داخلي كبير بين قادة إسرائيل وتحول لفضيحة سياسية صار اسمها فضيحة لافون على اسم وزير الدفاع. ظلت القضية مطموسة لسنين طويلة، إسرائيل رفضت تعترف رسميا والناس كانت تسمع القصة بس ما كان في دليل دامغ يثبت هذا الشيء. الضحايا الناس كلهم ضلوا عايشين على إشاعات من دون وثائق أو تأكيد رسمي لهذا الحكي، لحد سنة 2005 أعلنت إسرائيل اعتراف رسمي بالعملية واعترفت إنه الشبكة اللي تم كشفها كانت فعلا تابعة للموساد وكانوا عم يشتغلوا بأوامر رسمية. ما بس هيك، كرمت بعض أفراد الشبكة وقالت إنهم بين قوسين خدموا الدولة بمهمات سرية. يعني بعد أكثر من 50 سنة القصة يلي الناس كانت تتهامس فيها طلعت ما بس حقيقة، طلعت موثقة ومعترف فيها من أعلى سلطة بإسرائيل. فضيحة لافون بتبقى واحدة من أفظع الأمثلة على كيف ممكن دولة تضحي بعلاقات دولية وتفجر مصالح أصدقاء لحتى تحقق مصالحها الاستراتيجية. قبل ما نفوت على مؤامرة الحكومة الأمريكية وكيف صارت تسمم شعبا بشكل ممنهج، بتمنى منك تشترك بالقناة لحتى نوصل ل 3000 مشترك، ولحتى كمان يصلك كل جديد بنزله، لأني عم جهز كم فيديو خطير رح يعجبك. بداية القرن العشرين كان في نقاش كبير بأمريكا حول قانون حظر الكحول اللي دخل حيز التنفيذ عام 1920. السبب الرئيسي لفرض هذا القانون كان الحد من المشاكل اللي بيعملها الكحول بالمجتمع، مثل العنف الأسري، الحوادث أو المشاكل الصحية. الحكومة الأمريكية بالتعاون مع جماعات دينية واجتماعية قررت إنه الحظر هو الحل لمشكلة إدمان الكحول. بس الحظر ما كان سهل تطبيقه أبدا، الناس ما كانوا يتقبلوا أبدا بسهولة إنه الكحول يكون ممنوع، حتى لو كان الهدف من وراء هذا الشيء هو مصلحة المجتمع. كان في مئات الأماكن اللي بتبيع الكحول بشكل غير قانوني، والأماكن سموها النوادي السرية أو سبيك إيزيز. لكن الأهم من كل هذا الحكي هو إنه الحظر خلق سوق سودا ضخمة للكحول، والناس اضطروا يستهلكوا كحول صناعي كبديل للكحول الممنوع. وإذا حابين، في هذا الفيلم من بطولة توم هاردي بيحكي عن هاي الفترة اللي كان فيها الكحول ممنوع وكيف صاروا يقوموا بصناعة الخمور بالأرياف والغابات. المهم، لما صار في سوق سودا للكحول بلشت الإشاعات تطلع بشكل كبير. بالبداية بلشوا الناس يحكوا إنه الكحول الصناعي اللي عم يشتروه من السوق السودا في مواد سامة أو مواد كيميائية ضارة جدا للصحة. بالبداية كان الكل يعتقد إنه هذا مجرد تخويف وحكي فاضي، وإن الحكومة يمكن تكون عم تخلق هاي القصص لتخوف الناس من إدمان على الكحول، أو يمكن كمان تكون بعض القصص عم تبالغ بالموضوع حتى تزيد التأثير الاجتماعي ضد استهلاك الكحول. بس مع مرور الوقت بلشت الإشاعات تنتشر بشكل أكبر وأكبر. الناس كانوا يرووا قصص عن أشخاص أصيبوا بتسمم أو حتى ماتوا بعد شرب الكحول الصناعي. بعض القصص كانت تحكي إنه بعض المصانع والمعامل الرسمية كانت تضيف مواد كيميائية سامة وقاتلة للكحول، وهذا الشيء كان يؤدي لتدمير الأعضاء الداخلية للناس وضرر كتير كبير على صحتهم.
بلش الحكي انه في مؤامرة كبيرة ياخذ صدام. هل ممكن الحكومة تكون وراء هذا الشيء؟ هل ممكن تكون خطة خبيثة لقتل جميع متعاطي الكحول؟ البعض صار يعتقد انه الحكومة كانت تعرف انه الكحول الصناعي سام، وكانت عم تضيف هاي المواد السامة للناس كنوع من العقاب ضدهم او لنشر الخوف بين الناس. لحد هلا كل هذا الحكي اشاعات وما في عليه اي دليل يثبت او ينفي هذا الكلام. بلش الصحفيين والاطباء يحكوا عن التأثيرات الضارة للكحول الصناعي، وكيف انه قد يحتوي على مواد سامة جدا مثل الميثانول اللي هو نوع من انواع الكحول لكنه كحول سام وبسبب اضرار كثيرة للكبد والاعصاب. بس حتى هاي التقارير كانت ناقصة، وكان في ناس لسه بيعتقدوا انه هاي مجرد مبالغات او جزء من دعاية ضد الحظر، لحد ما وصلنا لعام 1927، يعني بعد 7 سنين من صدور قانون الحظر. بهذا العام بلشت الحقيقة تتكشف وطلع الكلام انه في مؤامرة على الناس كلام صحيح، والناس يلي ضحكوا على هذا الكلام صاروا يصدقوه. ومع تزايد حالات التسمم وخاصة بالمدن الكبيرة مثل نيويورك وشيكاغو، الأطباء بالمستشفيات بلشوا يلاحظوا نمط غريب جدا. كان في عدد كبير من المرضى عم يجوا بنفس الأعراض: فقدان البصر، تلف بالكبد، وأحيانا غيبوبة أو حتى موت سريع. هذا الشيء خلى الأطباء يبلشوا يحققوا. لما فحصوا الكحول اللي كان يشربوا المصابين لقوا عن جد فيه ميثانول، والميثانول هو مادة شديدة السمية مثل ما حكينا، وما لازم تكون موجودة بالكحول المخصص للشرب. الصحافة المستقلة دخلت على الخط فورا. صحفيين مثل وينسلو مارتن بلشوا يعملوا تقارير موسعة، قارنوا الحالات وحققوا بالمصادر، ومع الوقت بدأت المعلومات تتسرب. الحكومة الفيدرالية كانت فعلا عم تطلب من المصانع اللي تنتج كحول صناعي ان تضيف له مواد كيميائية مثل الميثانول، وكان الهدف واضح جدا: يردعوا الناس عن شرب الكحول الممنوع. والصادم اكثر انه هاي المعلومة ما كانت سر ابدا، كانت مذكورة باحد تقارير وزارة الخزانة الامريكية، بس الناس ما صدقوا انه الحكومة فعلا ممكن تعمل هيك شيء. صحيفة نيويورك وورلد كانت من اوائل الصحف لنشرة التقرير، اكدت فيه انه الحكومة الامريكية عم تستخدم التسميم المتعمد كوسيلة للردع، والقصة انتشرت بعدها كالنار بالهشيم. صار في صدمة عامة وغضب شعبي كبير جدا. وقتها بلشت الناس تسأل ليش الدولة عم تقتل شعبها بهالطريقة البشعة جدا. وبرغم الضغوط الإعلامية الحكومة ما أنكرت، بالعكس برروا الموقف وقالوا الناس اللي خالفوا القانون جابوا الأذى لنفسهم وهاي مشكلتهم، يعني لو ضلوا ساكتين كان أشرف. المهم الإشاعة صارت واقع موثق، وهاي الفضيحة كانت من الأسباب اللي ساعدت بإنهاء قانون الحظر سنة 1933. تم التأكد أن الكحول الصناعي اللي كان يصنع في بعض المصانع كان يحتوي فعلا على مواد سامة، وإنه الحكومة كانت عارفة بخطورة هالمواد ومع هيك ما عملت شيء لتوقفها، كأنه إلها إيد بهذا الشيء. كانوا حابين يبعثوا رسالة قوية للناس اللي عم يستهلكوا الكحول غير القانوني: إذا خالفت القانون رح تدفع الثمن، والثمن ممكن يكون روحك. ضحايا هاي المؤامرة كانوا بالآلاف. الموت الجماعي بسبب شرب الكحول المسموم وصل لمدن كبيرة كتير مثل نيويورك أو شيكاغو، كان في حوالي 10,000 حالة وفاة بسبب التسمم بالكحول المسموم. الصحافة وقتها بلشت تحكي عن الكارثة اللي كانت عم تصير، بس كانت الصحف عم تتعرض للضغوط من الحكومة للتقليل من الموضوع وما يصير في انتشار كبير للقصة. كان الهدف هو القضاء على استهلاك الكحول بأي طريقة ممكنة، حتى لو كان هذا بيعني إنه في آلاف الناس راح تموت. بالرغم من هيك ما تم محاسبة أي مسؤول حكومي بشكل جدي على هاي الجرائم. بالنهاية بهالقصة بتفرجيك كيف ممكن تكون إشاعة عن مؤامرة حقيقة موجودة بعالمنا. بعام 1975 بلشت تنتشر شائعات غريبة كتير داخل أمريكا. كان في ناس عم تحكي إنه الحكومة وتحديدا وكالة الاستخبارات المركزية CIA كانت لسنين عم بتنفذ تجارب سرية على المواطنين من دون علمهم، وعم تستخدم مواد كيميائية لتغيير طريقة تفكيرهم وسلوكهم. الناس وقتها ما صدقت، شافوا الموضوع مجرد خرافة أو نظرية مؤامرة جديدة من نظريات ناتجة عن التفكير بخيال واسع. بس المدهش إنه هالمرة المؤامرة طلعت حقيقية، وكل تفاصيلها مثبتة بوثائق رسمية وشهادات قدام الكونغرس الأمريكي. القصة بلشت فعليا قبل 22 سنة من انتشار الشائعات، يعني سنة 1953 لما أمريكا كانت بعز الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي. التوتر بين الطرفين كان بأعلى مستوياته، وكل طرف خايف من الثاني وعم يحاول يتفوق عليه بكل المجالات، من السلاح للتجسس وحتى بالسيطرة على عقول البشر. بهذا الجو قرر مدير CIA وقتها آلين دالس يطلق مشروع سري اسمه MK Ultra. الهدف من المشروع كان بسيط من الناحية النظرية: هل فينا نحن نسيطر على عقل الإنسان؟ هل ممكن نعيد برمجته بالكامل لحتى ينسى مين هو؟ ويمكن كمان يصير أداة طيعة بيد المخابرات؟ الإشارات يلي دفعتهم لهالمشروع كانت جاي من الحرب الكورية. لما انتهت الحرب بعض الجنود الأمريكيين رجعوا من الأسر وهن عم يتصرفوا بشكل غريب جدا، كأنه أدمغتهم مغسولة بالكامل، لدرجة إنه في منهم مقتنع بأفكار العدو وبأيديولوجيته. هون بلشت CIA تفترض إنه السوفييت أو الصينيين قدروا يطوروا تقنيات للتحكم بالعقل،
يستقل. ومع هالخوف بلش التنفيذ العملي لمشروع MK Ultra يلي تولى إدارته شخص اسمه سيدني غوتليب. غوتليب كان عالم كيميائي آمن تماما إنه ممكن نفكك شخصية الإنسان ونبني فوقها شخصية جديدة تطيع الأوامر مهما كانت. الطرق يلي استخدموها كانت متعددة وخطيرة. جربوا مواد مهلوسة أهمها ال LSD، وهي مادة كانت جديدة وقتها ما كانت مفهومة تماما. أعطوها للناس بدون علمهم وراقبوا تأثير عليهم. المشروع ما اقتصر على ناس محددين، تم تطبيق التجارب على سجناء، مرضى نفسيين، طلاب جامعة، وحتى ناس بالشوارع. في حالات كان الشخص ياخذ الدواء المهلوس وهو مفكر حاله عم ياخذ علاج طبيعي أو مجرد شراب عادي. بعض التجارب تمت داخل مستشفيات نفسية، بعضها بجامعات كبيرة وحتى ببيوت الدعارة يلي كانت تحت سيطرة CIA. كان الهدف مراقبة سلوك الشخص تحت تأثير هاي المواد. من أكثر القصص المؤلمة ضمن المشروع كانت قصة فرانك أولسن. أولسن كان عالم كيميائي بيشتغل مع الحكومة الأمريكية، مشارك بمشروع MK Ultra. سنة 1953 خلال اجتماع داخلي سري أعطوه LSD بدون ما يعرف. بعدها بأيام بدأت حالته النفسية تنهار وصار يعاني من نوبات خوف وهلاوس. لاحقا وقع من شباك الطابق 13 من فندق بمدينة نيويورك وتوفى فورا. الحكومة قالت إنه انتحر، بس بعد سنين طويلة عيلته شكت بالقصة وطلبوا إعادة تشريح الجثة. وقتها انكشف إنه في جرح براسه ما بيتوافق أبدا مع السقوط. وهون بلش الحديث الجدي عن احتمال اغتياله. رح تسأل حالك ليش قرروا يغتالوه أساسا؟ رح جاوبك. في أكثر من نظرية بتشرح ليش تم اغتياله، وبذكر لك منهم إنه ممكن كان رح يكشف عن معلومات خطيرة عن استخدام أمريكا للأسلحة البيولوجية بكوريا. المعلومات ما لازم تطلع لبرا أبدا، فقاموا باغتياله. أو بكل بساطة إنه ندم بسبب المشاركة بهيك مشروع وقرر يتركه. بما إنه بيعرف فخاف المخابرات إنه يكشف شيء سر عن هذا المشروع. وآخر نظرية بتقول بما إنه بطل مستقر نفسيا بعد أخذه للLSD، خافوا إنه يحكي شيء بالغلط ويفضح هذا المشروع، فتخلصوا منه عن طريق رميه من هذا الطابق. الله أعلم شو هي النظرية الصحيحة. المهم سنوات طويلة ظل مشروع MK Ultra سري تماما. وقت بلشت بعض الصحف تتكلم عنه بمنتصف السبعينات CIA أنكرت كل شيء عنه، بس بالنهاية الحقيقة طلعت للنور، والسبب كان فضيحة كبيرة. فضيحة كان اسمها ووترغيت. ووترغيت كانت فضيحة سياسية ضخمة جدا. بلشت سنة 1972 لما مجموعة تابعة لحملة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون حاولت تتجسس على مقر الحزب الديمقراطي داخل مبنى اسمه ووترغيت. بعد ما تم كشفهم بدأت سلسلة طويلة من التحقيقات، وتبين انه الرئيس نفسه حاول يغطي على هذا الموضوع. الفضيحة كبرت بسرعة والضغط السياسي والإعلامي صار هائل جدا، لدرجة انه ريتشارد نيكسون استقال من منصبه سنة 1974. هو أول وآخر رئيس أمريكي بيستقيل لهلا. بعد ووترغيت الكونغرس الأمريكي قرر يراجع كل شيء متعلق بتصرفات وكالة الاستخبارات. هون تم تأسيس لجنة اسمها تشيرش كوميتي، سميت على اسم السيناتور فرانك تشيرش، وكانت وظيفتها التحقيق بعمليات CIA. خلال التحقيق اكتشفوا مجموعة صغيرة من الوثائق يلي ما تم تدميرها، لأنه مدير CIA يلي كان مسؤول عن مشروع MK Ultra واسمه ريتشارد هيلمز أمر بإحراق أغلب الملفات سنة 1973 حتى ما تنكشف الأمور. بس الوثائق الباقية كانت كافية لتأكيد وجود المشروع وتأكيد كل الإشاعات يلي الناس كانوا يسخروا منها قبل سنوات. الكونغرس نشر تقارير رسمية وفيها كل المعلومات المثبتة حول التجارب، الأدوية المستخدمة وحتى الأشخاص المتورطين فيها. صار في تعويض لبعض الضحايا، بس ما صار في محاكمة لأي مسؤول كبير، وكثير من القصص ضلت ناقصة لأنه السجلات الأصلية تدمرت. اليوم بعد مرور أكثر من 70 سنة على بداية المشروع، مشروع MK Ultra بضل واحد من أقوى الأمثلة على إنه المؤامرات أحيانا بتكون حقيقة وما مجرد خيال وكلام. والأخطر من هيك إنه المشروع تم بكامل السرية وداخل دولة بتسمي نفسها دولة ديمقراطية بموافقة كاملة من الناس بمناصب عالية. ختاما، بما انك وصلت لهون بظن الفيديو عجبك، لذلك لا تنساني من اللايك والاشتراك للمزيد. اعطيني رأيك بالتعليقات عن هاي المؤامرات او شي قصة حابب انا احكيها، والسلام عليكم.